الخوف هو الفرق الأساسي بين اللي بينجحوا وبين اللي ما بينجحوش. وإذا قلنا إن الوظيفة هي رق العصر الحديث، نرجع سبب استسلام الإنسان لهذا الرق لعدة عوامل، أهمها هو الخوف. الخوف من المجهول والبحث عن الراحة، أو زي ما بيقولوا منطقة الجهاز الآمن الدافئة. واللي بيزيد من سوء الأمور إن الجميع بينصحوا بالبقاء في وظيفة واحدة لأطول وقت للدلالة على كونك موظف خبير، إنما أنت في الحقيقة بتثبت إنك عبد مطيع. في الحقيقة الوظيفة وهم لا وجود له، وزرعته الأجيال اللي سبقتنا في عقولنا للأسف، لأن الإنسان فطر على إنه رائد للأعمال، واللي بيفكر إن الوظيفة هي منطقة الملاذ الآمن حط نفسه فعليا جوه منطقة الخطر، لأن هيجي عليك اليوم اللي ممكن يستغنوا عنك، وساعتها بس هتعرف مقدار الجرم اللي ارتكبته في حق نفسك، لأنك سبت نفسك طول فترة الوظيفة من غير ما تنمي قدراتك ومن غير ما ترفع سقف أحلامك. ليه أعمل بكل قوتي علشان أرضي رب العمل، بينما بيعمل هو لاقتناء موظفين زيي مثلي وبسعر أقل أو براتب أقل، والنتيجة بعد سنوات الوظيفة وبعد ما وهبت كل عمري وكل تعليمي وكل طاقتي للوظيفة دي، وبعد سنوات الخدمة الطويلة، إما مفلس أو مديون. اسأل نفسك ليه أنا بعمل في الشركة دي، وليه أنا ما بسعاش عشان أمتلك شركة زيها. خلي بالك إن العالم الآمن القابل للتنبؤ وهم إحنا بنعيش فيه، وهم كبير. أنت كنت بتظن إن أنت بعد ما قعدت 16 سنة مثلا بتدرس وأحيانا أكتر هتتخرج وأنت مؤهل تماما علشان تحصل على وظيفة أحلامك، ولما تحصل عليها هتفضل فيها لحد سن التقاعد، ترتقي السلم الوظيفي بثبات، وفي كل مرحلة هتحصل على العائد اللي بتتوقعه نظير عمل. الصدمة للأسف بتيجي بسرعة بمجرد ما بتتوظف، لما تلاقي إن كل اللي أنت درسته ما بيخولش ليك تميز في وظيفتك، كمان تلاقي إن وظيفتك غير مضمونة للأبد. الحياة لم تعد بسيطة زي ما كانت، وحلم إكمال الدراسة والحصول فورا على وظيفة أصبح محض وهم صعب إن أنت تحققه بسهولة، وحتى لما تحققه ما بقاش فيه أي ضمانة على استمراره. كتير منا هو الشخص اللي كان بيسعى جاهدا بمجرد ما تخرج من الكلية إنه يلاقي عمل يفضل فيه طول عمره، يفضل بيشتغل 10 ساعات في اليوم 6 أيام في الأسبوع، وكتير ما كان بيسهر بالليل عشان يكمل الأعمال المتأخرة اللي ما بتنتهيش أصلا. يعني طبعا كان كل أحلامه طبعا الراتب والاستقرار وحاجات من هذا القبيل، وبالرغم من أن الوظيفة مملة ورتيبة وكئيبة ومجهدة، إلا أنه كان سعيد براتبه الشهري اللي بيزيد سنة بعد سنة، والمكافآت اللي بيحصل عليها أحيانا مقابل طبعا شغله طول الأسبوع وعنده يوم أجازة أو حاجة. للأسف هو كان عايش في وهم الحياة الرغدية، الحياة الأبدية الرغدة، عايش في وهم الأمان الوظيفي بكل أسف. بعد سنوات من العمل المتفاني ويلاقي رسالة من قسم الموارد البشرية بيخبروه انهم مضطرين انهم يستغنوا عن خدماته في اطار مثلا حملة لتخفيض العمالة عشان تناقص ايرادات الشركة او المؤسسة اللي هو كان بيعمل فيها. بعد سنوات من الكد في العمل ولقى نفسه في الشارع، للأسف انسان هش ما عندوش اي مهارات، ما عندوش اي حاجة، ما عندوش حتى خبرة مطلوبة عشان يعثر على وظيفة جديدة. فسنواته من الخبرة يعني ما كانتش فعليا غير هي سنة واحدة متكررة عدة مرات بسبب وظيفته المملة الرتيبة اللي ما كانش بيتطور فيها. كمان كان حياته كانت ماشية بشكل يعني ثابت. خلي بالكم حتى كتير من الصناعات العملاقة والشركات البراندات الكبيرة انتهى بيها الحال للزوال والانهيار. فمع تسارع خطوات التغيير عشان تفضل او تبقى انت او مشروعك على الازدهار، انت في حاجة كبيرة للمعرفة وللتفكير وللإبداع وللقدرة على التغيير. عشان كده احنا بنتكلم عن تراكم الخطر الصامت. بعض الموظفين بيعيش حياة هانئة، يعني بيحصل على راتب مريح، بيشتغل ساعات طويلة، بيعتقد انه مدام بيعمل بجد وبيحصل على راتب ومكافأة هو كده بيقدم فايدة وقيمة للمجتمع بشكل عام وللشركة بتاعته بشكل خاص، وغالبا منصبه هيفضل مضمون حسب ما بيعتقد لحد التقاعد. طبعا للأسف ده وهم كبير ومغالطة كبيرة وشيء خطير، والخطورة بتتراكم كل ما طال الوقت وكل ما مر الزمن. طبعا الموظف بيعتقد ان هو من كتر ما هو عنده احساس ان هو عنده فايدة كبيرة لشركته، يعني عنده اكتفاء ذاتي او عنده اقتناع ذاتي بان هو مش محتاج ان هو يطور نفسه، يعني خلاص هو تقريبا بيقوم بمهام روتينية ومش محتاج ان هو يطور نفسه اكتر من كده. بكل اسف غياب الازمات بتجعل الموظف
ضحية للتغيير الكبير اللي ممكن يحصل فجأة. ممكن يحصل فجأة من غير ما يكون اكتسب أي مناعة ممكن تمنحه القدرة على المقاومة أو التكيف. أحيانا التغييرات والهزات والمشاكل الصغيرة اللي بنتعرض ليها باستمرار بتكون مفيدة لينا للخروج من منطقة الراحة الذاتية اللي احنا بنكون راكنين ليها أو مريحين، يعني عشان نواجه الحياة الواقعية بجدية أكبر، عشان نتعلم ونتكيف ونكتسب مناعة باستمرار، عشان لو جه علينا يوم من الأيام هزة ضخمة نكون فعلا قادرين على الخروج منها آمنين سالمين. الوظيفة هي رق العصر الحديث، فكيف أتحرر من هذا الرق؟ أول حاجة لازم تكون قوي، قوي باستعدادك، بطموحك، بتركيزك. لازم ما تكونش إنسان هش. ربنا بيقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وإحنا في زمن الأقوياء، في زمن لا مكان فيه للضعفاء. تاني حاجة لازم تعرف إن الوظيفة فقط حل مؤقت، فلازم تترك منطقة الأمان والراحة. لازم تسيب منطقة الأمان والراحة، حافظ على وظيفتك اليومية، لكن ابدأ في الاهتمام بشؤونك وأعمالك الخاصة. لازم تخلي الوظيفة مجرد مرحلة مؤقتة مش حتى الممات. انت مش هتقدر تنجح إلا لما تترك منطقة الأمان والراحة وتقدم على المخاطرات المحسوبة. من غير المخاطرة مش هتحصل على أي نتيجة إيجابية. السعادة الحقيقية ما بتجيش إلا لما بتتحلى بالجرأة وبتقدم على المخاطرة. المخاطرة الحقيقية هي الحياة بلا مخاطرة. للأسف الأوقات المريحة ما بتخليش منك شخص أفضل. الأوقات المريحة بتجعل منك شخص كسول مستسلم ومتبلد العقل. أنا مش هنسى أبدا قصة القائد العربي طارق بن زياد لما أمر قوته بأن هم يرجعوا للشاطئ علشان ينفذ أمر واحد أو يقول لهم أمر واحد: احرقوا مراكبنا. القائد ده هو الملهم بالنسبة لي.